في سنة 2015 وتحديدا في بداية السنة حصلت واحدة من أغرب الحوادث اللي ممكن تسمعها في حياتك كلها. بطل قصتنا النهاردة راجل عادي جدا اسمه وائل علاء. تعال أقولك إيه اللي حصل معاه. بس قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. في يوم طبيعي جدا وائل كان راكب الموتوسيكل بتاعه وماشي على الطريق وكان هيطلع الكوبري. فجأة وبدون أي مقدمات عربية دخلت فيه بقوة جامدة جدا. الموتوسيكل اتزنق في سور الكوبري ووائل طار من فوق لتحت الكوبري. المنظر لو تخيلته فعلا مرعب. أي حد يشوف الحادثة دي يقول خلاص الراجل ده انتهى. الناس اتلمت حواليه بسرعة جدا علشان يلحقوه، والإسعاف وصلت بسرعة وشالوه هو بين الحياة والموت. ساعات كاملة جوه المستشفى والدكاترة كلهم بيحاولوا ينعشوه، لكن للأسف الإصابات كانت قتلة، نزيف داخلي وكسور خطيرة. وفي الآخر المستشفى أعلنت مع كل الأسف وائل خلاص فارق الحياة. الخبر وصل لأهله ومراته زي الصعقة عليهم، وبعد انهيار مراته ابتدت تمشي في إجراءات الدفن. أصحابه كلهم اتجمعوا ولسه مش مصدقين شاب في عز شبابه يروح فجأة. والجثمان اتنقل للمشرحة والتلاجة الباردة استقبلت وائل ساعة كاملة وهو جواها في الضلمة التامة والبرد القارس. لكن اللي محدش كان يتخيله ان وائل ما كانش ميت. وائل صحى جوه التلاجة، فتح عينيه لقى الدنيا ضلمة والبرد بياكل جسمه من كل حتة. واول حاجة جت في دماغه ان هو مات وتحت القبر وبيتحاسب. وبدأ يسمع اصوات بعيدة، دكتور بيكلم الممرض بتاعه وبيقول له هات الجثة دي نجهزها للتشريح. وفجأة باب التلاجة اتفتح. الدكتور والممرض شافوا مشهد عمرهم ما هينسوه. الجثة اللي واخدينها علشان خاطر يشرحوها فتحت عينيها وبصت لهم. الممرض اغمى عليه من الخضة والدكتور طلع يجري. المشهد كله تحس ان هو كابوس. مدير المستشفى نزل بنفسه وراح لوائل يطمن عليه ويقول له يا وائل اتكتب لك عمر جديد. وبعد ما وائل فاق حكى لهم ان هو كان في حلم غريب جدا، وحكى لهم ان هو كان شايف نفسه في ماتش كورة والمدرب كان واقف قصاد منه وقال له مش وقتك دلوقتي. وفي ثواني لقى نفسه صحى جوه التلاجة. رجوع وائل لأهله كانت صدمة كبيرة جدا عليهم، أكبر من صدمة خبر موته. ومراته أول لما شافته حي قدام منها اتصدمت وانهارت بالبكاء، وقالت وهي مصدومة ومنهارة ازاي بعد ما غسلنا جثتك وحضرنا الكفن ألاقيك حي قدام مني. وابنه الصغير ما كانش فاهم أي حاجة وما كانش مستوعب، وبص لمامته وقال لها هو بابا مش مات؟ البيت كله ساعتها اتقلب، مشاعر فرحة ورعب وقلق، وأهله والجيران بقوا بيحكوا القصة لكل الناس. وناس تقول دي معجزة من ربنا، وناس تانية تشكك وتقول يمكن المستشفى غلطت. لكن اللي شافوا بعينهم عارفين اللي حصل مع وائل مش طبيعي. لكن بالنسبة لوائل الحياة ما رجعتش زي الأول. بدأ يعاني من مشكلة مرعبة جدا وما بقاش يعرف ينام طبيعي. كل ما يغمض عينه يحس انه لسه صاحي، سامع كل نفس وكل حركة حواليه. ولما يصحى يحكي اللي حصل بالحرف ويتأكد ان كلامه مظبوط. وكمان بقى عنده قدرة غريبة جدا على تفسير الأحلام، وأي حد يحكي له حلمه ويفسره له يحصل بعد فترة زي ما قال بالظبط. ومرة واحد صاحب وائل قال له انا هسافر، راح وائل قال له بلاش انا شايف مصيبة هتحصل. الراجل ضحك وما صدقش وسافر. وفعلا حصل حادثة في السفر والراجل رجع مذهول ازاي وائل شاف ده قبل ما يحصل. والناس لما سمعوا قصته بقوا بيبصوا له بخوف. وفي ناس شافوا ان هو ولي من اولياء الله الصالحين، وناس تانية شايفاه حاجة مرعبة. حتى اصحابه اتغيروا، في اللي قرب منه علشان يسمع قصصه وفي اللي بعد عنه علشان للأسف مش عارف يتعامل معاه. ووائل نفسه كان بيقول انا مش مبسوط، انا مش عايز اشوف ولا اعرف كل ده. ايه الفايدة لما احس بكل اللي هيحصل ومش عارف اغيره؟ الليل بقى عدوه، لان هو كل ما ينام يرجع يسمع اصوات ناس مش موجودين ويشوف اشخاص ميتين واقفين جنبه. ومرة من المرات صحى مرعوب جدا وقال لمراته في راجل واقف هناك عند السرير انا شايفه، لكنها طبعا ما شافتش حد. وده خلى حياته تتحول لجحيم. القصة دي بتفتح سؤال كبير جدا، هل الموت اللي عاشه وائل والدخول جوه التلاجة ال5 ساعات فتح له مدارك جديدة للعقل؟ طب هل العقل البشري ليه حدود ولا ممكن يتوسع ويشوف عوالم احنا مش شايفينها؟ في النهاية وائل رجع للحياة، لكن حياته ما رجعتش طبيعية ابدا. بقى شايل سر كبير، شايف وسامع حاجات مش اي حد يقدر يستوعبها. وطبعا لا يعلم الغيب الا الله. لكن القصص دي بتسيب جوانا علامات استفهام كبيرة جدا. هو فين الحد الفاصل بين الموت والحياة؟ وهل ممكن حد يعدي الخط ده ويرجع شايل معاه اسرار مش من
معالمنا يا ريت تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو حد يعرف حد حصلت معاه المواقف اللي زي دي يا ريت تحكوها لنا. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في الحلقة الجاية.